مغاربة يقاتلون ضد النازية في إيطاليا. مباشرة بعد يومين من اندلاع الحرب العالمية الثانية، أصدر السلطان محمد الخامس في 3 أيلول من عام 1939 بيانا ملكيا تمت تلاوته في المساجد، دعا فيه المغاربة إلى الدفاع عن فرنسا في المعارك التي ستخوضها إلى جانب الحلفاء ضد النازية والفاشية. ونتيجة لذلك توجه المجندون المغاربة أو الكوم كما يطلق عليهم للقتال مع فرنسا وقوات الحلفاء ضد قوى المحور بأعداد تناهز حوالي 85 ألف جندي. في البداية حارب المجندون القبليون المغاربة في تونس، ثم نقلوا إلى صقلية بإيطاليا للمشاركة مع القوات الفرنسية والأمريكية في الحملة الإيطالية من ديسمبر كانون الأول عام 1943 وحتى يونيو حزيران من